اللي طلعوا من الجزائر لظروف خاصه بهم. طلعنا عشنا بدمشق، كبرت بدمشق وقريت في دمشق الله يسلمك، واخذت كل دراستي في دمشق وتزوجت مع دمشقي الله يبارك، وانجبت منه طفله ما شاء الله الله يخلي لي اياها ربي يحفظها ماريا. صرت حامله اللهجتين، حامله الثقافتين، حامله العادات والتقاليد الجزائريه والعادات والتقاليد السوريه. مع العلم انه نحن لما رحنا كنا في الجزائر، لما كنا في سوريا كنا ناخذ عطلتنا في الجزائر، يعني كل 3 شهور يلا خلصنا العام الدراسي ننزل على الجزائر. يعني لسه ما غابت عني ابدا اللهجه الجزائريه، وما غابتش عليا العادات والتقاليد الجزائريين اللي بنجمع الطعام اللي عندنا العادات، عندنا التقاليد، عندنا حنا من السوق، عندنا هادو كل شيء كنا نديروهم من نجو هذا 3 شهور، ومع كل العادات والتقاليد اللي كنا ناخذوها في سوريا. وشاءت الاقدار انه تصبح ابنه مستغانم بالتبني. نعم الله يخلي لي اياكي. وإلي الشرف سيدتي الكريمه، إلي الشرف اني عشت في مستغانم وعشت الناس الطيبه في مستغانم، والان مقيمه باستيديا. مقيمه باستيديا، مقيمه باستيديا، وكمان السيدة ما شاء الله عليها عروسة الساحل. الله يبارك، عروسة الساحل بيقولوا عليها ما شاء الله. الله يخليك حبيبتي. إذا تحصلتي كي تقولي واصلتي دراستك في دمشق، واش درتي تخصص؟ هلا انا قريت في دمشق، ديت البكالوريا في دمشق، واخذت ليسانس فلسفة في دمشق الله يخليكي. وبعدين وقفت درست لغة فرنسية 3-4 سنين بمعاهد خاصة في الشام، ودرست كمان فلسفة. ما شاء الله درست كمان فلسفة 2 3 واحتمت الحلاقة. لأنه أنا من الصغر نحبها. الله يبارك، من الصغر نحب هذا المجال، ونحب هذا كل شيء فيه جمال، وكل شيء فيه رقي، كل شيء فيه فن أنا بحبه. اختصيت في هذا المجال، والحمد لله عندي خبرة ما لا بأس بها في التجميل. نعم، بديتي في دمشق. في دمشق لكن نعم. في دمشق علمت. كنتي متزوجة كي بديتي كي بديت كنت متزوجة. أنا تزوجت من 2004. الله يبارك، ما شاء الله. تزوجت من 2004 سنة افتتاح إذاعة مستغانم. الله يبارك. الله يبارك ما شاء الله. الله يخليك يا رب. تزوجت أختي رماتي أمال بالسيد حمادة مهند ما شاء الله عليه. الآن هو كذلك مقيم هنايا بالجزائر. مش مقيم معي بالجزائر. نعم. وراهو في جنوب الصحراء. كانت رحلة جميلة جدا على ما أظن. الله يخليك. يعني أكيد تقولي حبيتها من صغري. حبيتها ما شاء الله. كيفاش كانت بداياتك مع هذا التخصص؟ هلا بداياتي أنا هون في الجزائر، لو قعدت هناك في الجزائر كانت الأم تاعي ما تقبلش، وكان قعدت هنايا في الجزائر وقريت هنا في الجزائر ما تقبلش تقول لي كيفاش تخلي قرايتك تروحي ديري حلاقة. يعني أنا اللي ساعدتني بالموضوع إنه خرجت من الجزائر ورحت على دمشق. في دمشق عندهم التجميل والحلاقة يعني شيء أساسي. فيها أكاديميات كذلك، وفي عندهم شيء أساسي. يعني كل مرأة سورية أو شامية بالبيت عندها فيك تقولي صالون حلاقة ببيتها. يعني ثقافة تجميل، ثقافة طلة بهية، عرفتي؟ صار عندي إنه فضول إنه فوت أكثر على هالمجال. وربما ثاني وزواجك بالسيد حمادة مهند الثاني اللي هو دخلك لهذا العالم، خلاني سهل لي الموضوع. وانا في هذا الحضره او هذا الحديث نوجه الشكر لعزوجي. الله يبارك. مرت عمي مثل ما بيقولوا باللهجه السوريه. هي اللي حبت لي هالموضوع. يعني لما كنت تعرفي لما بدايه كنت يعني تقولي لي على بداياتك، كنا لما بنقعد هيك جمعه نسوان بتحسيني انه بسشور لهم، بدير بالي عليهم، بصبغ لهم. شفت انه عندي هيك بدايه موهبه لهذا الموضوع. قالت لي، واحنا كان عندنا البيت كبير وكانت مستاجره لها حلاق لبناني نسواني، كان تحت اسمه طوني، بوجه له تحيه
على هذا المنبر. هذا طوني، قالت لي ليش ما تنزلي عن طوني تعملي دوره تشوفي يعني. نزلت عن طوني ما يعني مثل ما بيقولوا بالسوري كلبش فيني، ما بده يتركني. قال انه منيحه يعني بتتعلم بسرعه ما شاء الله عليها. قعدت عنده تقريبا 8 سنين. الله يبارك ان شاء الله. قعدت عنده تقريبا 8 سنين وانا تحت ايده بشتغل. تحصلتي على ربما على تكوين؟ تحصلت على شهادات، حصلت على شهادته هو اللي انا كثير بعتز فيها، لانه هو معلمي الاول وملهمي الاول في الحلاقه. واخذت شهاده اللي اعتز بها مره ثانيه من الحرفيين بمستغانم، وكان لي الشرف اني افوت على لجنه التقييم بمؤسسه الغرف الحرفيه، الغرفه الحرفيه بمستغانم. وهذه الشهاده الثانيه. وعندي شهاده لوريال للمزيج الالوان الحلاقه. وعندي كمان شهاده تجميل. وعندي كمان كثير 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 شهادات تقدير من جمعيات. كنا بالشام لما كان الحرب وكان اخواننا